ازيكم عاملين ايه؟ متصور بطريقة فريدة شوية. فعملت آه، يعني قعدت بطريقة كده، يعني كأني قاعد كده على السرير كده، مرتاح كده مستقنيص، ما عنديش أي مشاكل، حالتي المزاجية كويسة. آه، البتاع ده ممكن ينزل من مثلا من حاجة كده، عنوان يعني مذكرات وائل حامد في المدينة، أو مذكرات وائل حامد من الوحدة. مش عارف بالظبط اختار ايه، ولكن يعني اختار حاجة يعني من الحاجات دي، وتبقى في مكان كده عشوائي، او مكان بقعدة كده مختلفة، او بقعدة جديدة محدش يعني عملها قبل كده وانا عملتها قبل كده، فتديني طابع مختلف يعني. بصراحة يعني دايما في دماغي حاجات بكون عايز اتكلم فيها، بس بقول ايه بقى، مش وقته بقى دلوقتي، يعني مش وقت اتكلم في الموضوع ده، المواضيع دي يعني خليها في دايرة الكتمان، او في دايرة السرية، او في دايرة القفل على الشيء نفسه. ولكن بقول تاني، طب انا ايه يعني، وبعدين يعني هفضل انا حبيس نفسي او حبيس ذاتي، وما اتكلمش، وما اقولش على على اللي انا حاسس بيه، او انا شايفه، او انا بمر بيه. مش عارف، حاسس ان انا ممكن يعني فكرة ان الواحد حبيس نفسه كده ويفضل ساكت كده، ما يتكلمش في الحاجات اللي هو المفروض يتكلم فيها، او الاشياء اللي هو نفسه فيها، او في احلامه، او اشياء احلامه يعني، واهدافه ان هو عايز يحققها في الحياة، وعايز ينفذها، وعايز يعملها. دي مهمة جدا ان الواحد يتكلم عنها، عشان مهمة. يعني الفترة اللي فاتت بدأت افكر اتعلم انجليزي، ولكن يعني قلت قبل كده اصلا ما كنتش عايز اتعلم انجليزي خالص، كنت واخد فكر كده معين كده، لغة عربية لغة عربية لغة عربية لغة عربية. فالموضوع كان مؤثر فيا قوي، وكنت شايف ان انا لازم اتمسك باللغة العربية واثبت لغتي واخليها اول لغة في العالم. والموضوع بيجي من الفرد نفسه، من الشخص نفسه، هو لما يعمل كده هيحقق الهدف ده على ارض الواقع. لكن للاسف هو في نسبة كبيرة جدا حصلت يعني أرضت طموحاتي لدرجة إن الرئيس مبارك، كنت أقول مبارك، رئيس السيسي يعني بيتكلم في اسمه إيه ده، في مع ترامب وكده، بيتكلم العربي، فمعنى كده إن أنت برضو فكرك إلى حد كبير كان ليه صدى أو تأثير. دي من أفكاري برضو، إن أنت لو أنت عملت حاجة، الكون مش الكون، افكارك بتتسع، او بتكبر، او بتتاثر، او الناس بتتاثر، وبتقدر تكبر تكبر تكبر، توصل لابعد مدى، ويبقى ليها تاثير حتى لو انت فين. فاهم قصدي؟ فده اللي حصل. فانا عايز إيه؟ انا بقى عايز بقى ترامب بقى ايه بعد كده، مثلا بعد 10 سنين. ترامب مش هيبقى موجود اصلا، بس يعني رئيس امريكا مثلا وقتها بعد 10 سنين او 15 سنة، ممكن مثلا اخليه بقى يبقى عندي فكر بقى. عايز دلوقتي بقى اعمل كده، يبقى عندي فكر ان ممكن رئيس امريكا يتكلم عربي. فاهمين قصدي؟ فده تاثير اقوى، او تاثير اكبر، وتاثير اعمق. فاهمين قصدي؟ وليه تاثير في عمق الدوله العميقه، وعمق في الدول الغربيه، وفي العالم ككل يعني. انا كنت بتكلم فيها اصلا. اه، الحاجات اللي انا عايز اتكلم فيها وانا مش بتكلم فيها. المهم، الفتره دي بتعلم انجليزي، بس بتعلم انجليزي على هادي قوي يعني،
مش متمسك قوي بالموضوع. يعني بتعلم كلمات وكده ومش عارف ايه وقصص كده يعني، لحد ما اشوف اوصل لايه، اعرف اتكلم فلونت او بشكل بروفيشنال. يعني حتى انا مش عارف بروفيشنال دي صح ولا طلعت غلط، البي طلعت مظبوطة ولا طلعت مش مظبوطة، بغض النظر، عشان في ناس بتتقمص وتتضايق قوي من بي يعني حاجات اللي هي الحاجات اللي هم بيتضايقوا منها دي يعني. المهم، كنت عايز اقول ايه، دلوقتي انا في حياتي بعمل كذا حاجة، مش بعمل كذا حاجة بصراحة. ممكن يعني ايه، مش عارف هل ممكن اتكلم ولا ما اتكلمش، مش عارف، انا عندي قيود شوية في الجانب ده. فانا آه، بما اني ان انا الفترة اللي فاتت كلها ما بتكلمش عن الحاجات اللي انا بعملها في حياتي، فانا ممكن اتكلم. يا عم ما تنورش كده. فانا ممكن اتكلم عن الحاجات اللي انا بعملها فعلا وتبقى ايه ليها صدى بقى وليها تأثير، وعشان تتحقق على ارض الواقع، يعني اغير طريقة التفكير او طريقة التعامل. الحاجات اللي انا بعملها في حياتي، طريقتي في التناول يعني. انا اولا انا بدور على شغل، دي حاجة اساسية دلوقتي، لسه بدور على شغل، دي حاجة التانية. أه بكتب كتابي التاني، بألف كتابي التاني، الحمد لله. ألفت كتاب أولاني، بدور على دار نشر تنشره، تمام. وبكتب مؤلف التاني بتاعي، الكتاب التاني بتاعي ان شاء الله يعني، وماشي فيه كويس. ف دي حاجات انا بعملها دلوقتي. فمش عارف بقى، مش عارف ال هل انا ممكن اقطع الفيديوهات، يعني أنا مثلا اقطع فيديوهات في بعض واركبها في بعض، ولا ممكن فيديو كامل زي ده كده يتناول قصة او يتناول حاجة، وبعدين انزله. مش عارف بقى هقطع ولا هدخل في بعض، مش عارف. بس انا بحب الطريقة بتاعت ان انا ايه، آه ان انا ان انا لا بجد والله، ان انا يعني الفيديو يبقى شريط واحد، يعني حاجة واحدة واتكلم فيها، ما اجيبش حتة من هنا ما بحبش طريقة الفلوج، مع ان انا ما عنديش التولز اللي تخليني ان انا اعمل حاجه زي كده. يعني عنديش كاميرا بروفيشنال قويه جدا، وما عنديش داتا، ما عنديش مساحه داتا كتير، فاقدر اقعد اقطع ومش عارف ايه واخزن ومش عارف ايه، وبعد كده اجيب هارد تاني وبعد كده اجيب هارد تاني. يعني بمر بضائقه ماليه بشكل او باخر يعني. انتوا مش يعني مش مش ايه مش غراب يعني، ناس بتتفرجوا عليا وكده، فبضم مر بضائقة مالية. فبس معيش فلوس دلوقتي ان انا اقدر اجيب حاجة هاردات، بحيث ان انا اخزن الحاجات اللي انا بصورها، وتساعدني ان انا اقدر بقى ايه اقطع من هنا واقطع من هنا واقطع من هنا. فيديو مثلا ممكن يوصل ل20 دقيقة او ممكن يوصل لساعة، اتكلم فيها بقى فيديوهات مثلا هنا وهنا وهنا. فانا ما عنديش يا عم ما تضايقنيش. وبعد كده ما عنديش الحته دي بس فانا افضل لي ان انا ايه فيديو زي ده كده، ايه 10 دقايق 15 دقيقه اقعد اتكلم فيه، وانتوا ايه تقعدوا تتفرجوا عليه وكده، تسمعوا بقى ايه، تفهموا اللي انا عايز اقوله او انا مش عايز اقوله. بس يعني دول مثلا الحاجات اللي انا بعملها دلوقتي، اللي هو بتعلم انجليزي، بكتب كتابي بكتب كتابي بألف بألف ده المصطلح المظبوط. بألف كتاب التاني. وتالت حاجة بدور على شغل. آه لو في حاجة تانية ممكن أقولها لكم يعني. فدي تعتبر مذكرات وائل حامد من الوحدة، أو مذكرات وائل حامد في المدينة.
مش عارف بقى بالظبط اختار ايه واكتبه في الايه، في على عنوان الفيديو يعني بتاع على اليوتيوب يعني. بس كده.